السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله قلت اعمل لكم كده رز بشعريه. انا عارفه ان اكيد في منا كتير بنعرف نعمله، بس طبعا للناس المبتدئين، للرز اللي بيعجن منها في بيستوي وما بيستويش، انا هقولك على كل الاخطاء دي. يلا تابعيني باللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي، ويلا بينا نعمل احلى رز بشعريه. بجد الطعم والتحفه ومفلفل جدا ازاي معايا، طعمه خرافه. الصراحة كلته كده كمان من غير أي خضار ولا من غير أي حاجة، كان طعمه بجد جميل جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط لايك والاشتراك، ويلا نبدأ بأول خطوة معايا. حل على النار، هحط معلقة من السمنة طبعا عشان تدي للرز طعم حلو، وحطيت معلقتين كبار كده من الزيت علشان خاطر الزيت ده بيدي لمعة حلوة كده وبيخلي الرز يفلفل. تمام، بيدي لمعة حلوة للرز وبيخليه يفلفل كمان. خلاص سبت السمنة تسيح بالشكل ده، وبعد كده نزلت عليها بحبة كده من الشعرية. طبعا الشعرية بيبقى طعمها لذيذ جدا مع الرز، فهنزود حبة كتار كده. انا حطيت شوية كتار كده من الشعرية هم. بعد كده هبدأ اقلبها واحمرها مع الزيت والسمنة كويس جدا لغاية ما تديني لون. طب علشان خاطر ساعات بيستوي مننا في شعرية بتتحمر، في شعرية ما بتتحمرش. طيب عشان اللون يبقى موحد، هتجيبي رشة من الملح اهي، بصي على ايدي اهي، رشة بسيطة من الملح، وهتحطيها على الشعرية وهي بتتحمر، وهتبداي تقلبيها كده مع الشعرية كلها. بجد فكرة حلوة جدا وبسيطة اهي، رشة بسيطة من الملح على الشعرية وانتي بتحمريها، هتخلي اللون موحد في الشعرية زي ما انت شفتيها في اول الفيديو كده في الرز. اهي خلاص كده خلصت، شايفة لون الشعرية؟ مفيش واحدة وواحدة، مفيش واحدة ما اتحمرتش وواحدة لأ، كل الشعرية لون واحد. وهتفضلي تقلبيها كده لغاية ما تاخد اللون زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنزل بالرز عليها بأي كمية رز بقى عندك براحتك. تمام. بعد ما نزلت الرز كله، هتبدأي بقى تقلبيه شوية كده مع الشعرية والسمنة والزيت. بس يعني ايه، تديه بس تشويحة كده بسيطة مع السمنة والزيت علشان خاطر برضو يفضل مفلفل. كل الحاجات اللي انا بعملها معاكي دي بتخلي الرز مفلفل. طيب احنا بقى دلوقتي هنيجي نحط المية. هنحط المية ايه او الشوربة؟ هقولك المعيار المظبوط للرز المصري، الرز البلدي. تمام، الرز المصري ده لكل كوباية رز قدامها كوباية شوربة أو كوباية مية أو مشواه أو كوباية مية. لرز كوباية رز، لكل كوباية رز كوباية مية. نفس المعيار، حطيتي مثلا كوبايتين من الرز هتحطي قدامهم كوبايتين من المية. حطيتي 3 كوبايات من الرز مثلا، ممكن تحطي قدامهم 3 كوبايات من الشوربة. ايا كان عندك، خلاص يا شوربة يا مية. هتعملي نفس المعيار ونفس الكوباية. بكده هيطلع الرز معاكي مظبوط 100%. بجد يعني جربيه بالطريقة دي وهتدعي كمان. انا طبعا علشان عارفة المعيار المظبوط، فطبعا قلبت الرز لقيت فضل شوية من عايز شوية مية يعني، حطيت له حبة كمان. وحركة الصباع اللي انا عملتها دي بتتعمل لرز كمية كبيرة. تحطي حركة الصباع العقلة دي قبل ما يوصل العقلة، يبقى هو كده خلاص المعيار المظبوط. برضو لو حبيتي تعمليها بالطريقة دي عشان تتأكدي ان المعيار مظبوط. تمام. بعد ما خلاص بدأ يتشرب المية كده او الشوربة، بدأ خلاص الرز يتشرب على نار عالية شوية. بعد كده بتوطي النار وبتسيبيه بقى يستوي على نار هادية. اول ما هيتشرب هتديله تقليبة سريعة، وبعد كده هتغطي عليه وتوطي عليه النار. تسيبيه يا دوبك ربع ساعة بالكتير او 10 دقايق على حسب الكمية اللي انت عاملاها، وهتلاقيه استوى معاكي. خلاص بقى بالشكل ده. شايفة مفلفل ازاي؟ بجد جميل جدا ومستوي وبيلمع. شايفة اللمعة؟ اللمعة دي جت من الزيت، والفلفلة اللي فيه دي جت من تشويحة الرز مع الشعرية مع السمنة والزيت. والمعيار المظبوط للمية هيخلي الرز مفلفل معاكي بالطريقة دي. وطبعا الشوربة اللي انا حطاها بتديه طعم الروعة، والسمنة كل ده بيخلي الرز حلو جدا والطعم، بيفضل معاكي مفلفل. لو عجبك الرز واول مرة تخش المطبخ واستفدتي مني، حط اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. وزي ما قلتلكوا الفيديو ده للمبتدئين اللي اول مرة يخش المطبخ. وهتوحشوني جدا، مع السلامة.